لو فاكر ان الويب عبارة عن صفحات الوان وصور بس، فالفيديو ده هيغير نظرتك تماما. دلوقتي انت كل يوم بتفتح المتصفح وبتكتب فيسبوك او يوتيوب، وفي اقل من ثانيه بتظهر قدامك الصفحه وبتلاقي نفسك مسجل دخول وحسابك مفتوح وجاهز. طيب هل فكرت قبل كده ازاي ده بيحصل في الخلفيه؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنفهم ازاي مواقع الويب بتشتغل، وهنعرف يعني ايه ريكويست ويعني ايه ريسبونس، وهنفهم مفاهيم زي الكوكيز والسيشن اللي من غيرهم الهاكرز مش هيقدروا يسرقوا الحسابات. الموضوع ببساطه عباره عن طرفين، الاول هو الكلاينت وهو جهازك او المتصفح بتاعك، والطرف الثاني هو السيرفر وهو كمبيوتر بمواصفات قويه شغال على مدار 24 ساعه، وهو يعتبر مخزن ملفات الموقع. دلوقتي انت لما بتكتب اسم الموقع جهازك مش بيفهم الحروف دي، فبيروح لحاجه اسمها DNS ويقول له هات لي الاي بي بتاع الموقع ده. يعني انت مثلا لما بتكتب في المتصفح بتاعك يوتيوب، المتصفح بتاعك بيروح لحاجه اسمها DNS سيرفر وبيقول له هات لي الاي بي بتاع اليوتيوب، وبعد كده لما بيرجع له بالاي بي بتبدا الرحله الحقيقيه اللي بنسميها الريسبونس والريكويست. دلوقتي الكلاينت والسيرفر بيتكلموا بلغه اسمها الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول او ما يعرف بيه ال HTTP. اول حاجه الريكويست وهو الطلب، ده الجواب اللي المتصفح بتاعك بيبعته للسيرفر. يبقى في بروتوكول الطلب زي الجيت لو عايز تعرض صفحه، او بدل الجيت دي بيكون مكانها بوست لو بيبعت بيانات زي اليوزر نيم او الباسورد، وبيبقى في معلومات تانية زي الهيدرز ونوع المتصفح. تاني حاجه الريسبونس وهو الرد، السيرفر لما بيستلم الطلب بيعالجه وبيرد عليه بجواب فيه كود ال HTML والصور، وحاجه مهمه جدا اسمها الستاتس كود او رمز الحاله، وهو 200 زي ما احنا شايفين في الصوره دي. الرقم ده معناه ان كل تمام والصفحه شغاله. طيب لو 200 ده بقى 404 هيبقى معناها ان الصفحه اللي انت بتطلبها دي مش موجوده. لو الرقم ده 500 مثلا هيبقى معناه ان السيرفر فيه مشكله. فكل رقم بيظهر في الستاتس كود دي معناه حاجه معينه. بروتوكول ال HTTP ده بروتوكول غريب جدا بنسميه ستيتلس، يعني ما بيفتكرش البيانات اللي انت اديتها له قبل كده، لان السيرفر بطبيعته بينسى دايما البيانات اللي انت بعتها له قبل كده. يعني انت لو طلبت منه صفحه دلوقتي وكمان شويه طلبت منه نفس الصفحه هيعاملك كانك شخص جديد تماما وما يعرفكش. طيب ازاي الفيسبوك بيفضل فاكر ان احنا مسجلين دخول؟ هنا بيجي دور مصطلحين مهمين جدا وهما الكوكيز والسيشن. دلوقتي انت لما بتكتب اليوزر والباسورد بتوعك وبتعمل لوجن، السيرفر بيتاكد ان هما صح وبيفتح لك ملف مؤقت عنده على السيرفر بيسميه السيشن. الملف ده بيكتب فيه ان الشخص ده اسمه محمد ومسموح له انه يشوف الحساب بتاعه، وعشان السيرفر يفتكرك بيعمل لك كارت تعريف صغير برقم عشوائي طويل اسمه السيشن اي دي. تاني حاجه معانا هي الكوكيز. دلوقتي السيرفر بياخد السيشن اي دي ده ويبعته للمتصفح بتاعك في الريسبونس، وبيقول للمتصفح احفظ الكارت ده عندك في جيبك، والجيب ده هو الكوكيز. الكوكيز دي مجرد ملف نص صغير جدا بيكون عند المتصفح بتاعك على جهازك، بيخليك كل ما تيجي تتحرك في الموقع او تطلب صفحه جديده المتصفح لوحده بيحط مع الطلب السيشن اي دي ده في الريكويست وبيبعته للسيرفر. السيرفر لما بيشوف الكارت اللي هو السيشن اي دي وبيطبقه باللي عنده، ساعتها بيعرف ان انت محمد وبيفتح لك صفحه الفيسبوك اللي انت مسجل عليها دخول قبل كده. طيب ليه احنا بنشرح ده في الكورس اصلا؟ لان دلوقتي لو الهاكر قدر يسرق منك الكوكيز بتاعتك اللي فيها السيشن اي دي عن طريق ثغره زي الاكس اس اس، ساعتها هو مش هيكون محتاج يعرف الباسورد بتاعك، هو بس هياخد السيشن اي ده ويحطه عنده في المتصفح والسيرفر هيفتكره ان انت، وده اللي بنسميه السيشن هايجاكينج او اختطاف الجلسه. عشان كده حمايه الكوكيز باعدادات زي ال HTTP only او سكيور هي خط الدفاع الاول لاي مبرمج ويب محترف. زي ما انت شايف الطريقه اللي بيشتغل بيها الويب مش صعبه خالص، ولكن هي عباره عن قواعد وبيانات بتتحرك بدقه جدا، وفهمك للريكويست والكوكيز والسيشن اي دي هو اللي هيخليك تفهم ثغرات الويب واحنا بنتعلمها سوا. فلو انت النهارده استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل فولو لايك عشان تكمل معانا سلسله الريد تيم، وما تنساش تنضم لمجتمع الدرع الرقمي على الواتساب. هسيب لكم اللينك الكوميونتي في الكومنتات.